السلام عليكم. سوف نتعرف في هذا الفيديو عن جديد إصابة الدولي المغربي أمين حارث مع إمكانية مشاركته في نهائية كأس العالم. وفي حال غاب عن كأس العالم، من هم اللاعبين المحتملين أن يلعبوا في مكانه؟ ذكرت صحيفة مارسيليا عن حارث 25 عاما الذي عاد إلى صفوف مارسيليا بعدما لعب معها النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من شالكا الألماني، وتجري له فحوصا طبية راهنة لتقديم الرعاية المناسبة لإصابته، وسيتبع اللاعب بروتوكولا رعاية مناسبا. وأصيب حارث في الدقيقة 58 خلال تداخله مع اللاعب أكسل ديزازي، فبقي على أرضية الملعب لبضع الوقت قبل تدخل الطاقم الطبي لمارسيليا من أجل نقله إلى غرفة الملابس على الحاملة، تاركا مكانه لديمتري الذي بدأ متأثرا برؤية زميله المغربي يتألم. وقد قال اللاعب المغربي قبل مباراة موناكو: بدءا من الوقت الذي نبدأ فيه الانتباه من التعرض للإصابة، نقع عندها في الفخ الإصابة، وسألعب وكأنها مباراة طبيعية، سأقدم كل شيء، وعندما تقدم كل شيء تحاول تفادي الإصابة. حارث الذي شارك في مونديال روسيا 2018. يجب أن نخوض المباريات بنسبة 100% ولا نفكر بكأس العالم. ستأتي كأس العالم لاحقا، إذا خضناها سيكون الأمر جيدا، وإذا تعرضنا للإصابة في المباراة الأخيرة يكون قدرنا. وبعد هذه الحادثة استدعي المدافع الفرنسي ديزازي الاثنين إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي بدلا من المدافع المصاب كيمبيبي، وقد عبر عن فرحه بذلك بدلا من تعبيره عن حزنه على حارث أو طلب الاعتذار منها. وكان حارث ضمن التشكيلة ل26 لاعبا الذي أعلنها الخميس المدرب الجديد وليد الركراكي من أجل خوض المونديال القطري، حيث يلعب المغرب ضمن منافسة المجموعة السادسة ضد كرواتيا وبلجيكا وكندا أيضا. وكانت البعثة المغربية وصلت الأحد إلى مقر إقامتها في الدوحة استعدادا لمشاركة في النهائية كأس العالم، وانضم إليهم 7 لاعبين فقط على أن ينضم إليهم باقي اللاعبين لاحقا. أعلن نادي مارسيليا الفرنسي أن لاعب وسطه المغربي أمين حارث تعرض لالتواء في الرباط الصليبي لركبته، ما يستبعده منطقيا عن نهائيات مونديال قطر 2022. وقال النادي المتوسطي في بيانه: يعاني أمين حارث الذي أصيب خلال مواجهته مع موناكو الأحد من التواء في الرابط الصليبي لركبته اليسرى، ومن المحتمل أن تبعده الإصابة عن الملاعب لعدة أشهر. حسب الصحفي المغربي أنس الزم، القائمة الاحتياطية للمنتخب الوطني المغربي تضم كل من سفيان رحيمي وريان مايي ويونس بالهندا، ويمكن لأحد اللاعبين أن يحل مكان أمين حارث الذي سيغيب عن نهائية كأس العالم. ونحن بدورنا نتمنى الشفاء العاجل للدولي المغربي أمين حارث.